احتفل المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الاثنين في العاصمة عدن باليوم العالمي للشباب تحت شعار تعزيز أدوار الشباب في بناء السلام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهنأ علي الكثير القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية هنأ الحاضرين نيابة عن الرئيس عيدروس الزبيدي بيومهم العالمي، مؤكدا أن المجلس الانتقالي سيظل مع الشباب وتمكينهم باعتبارهم أساس بناء مستقبل الدولة الجنوبية. ترأس وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد اليوم بالعاصمة عدن اجتماعا موسعا بقيادات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد. الاجتماع كرس لمناقشة جهود الهيئة في النهوض بأوضاع المطارات المحررة وتنظيم حركة الملاحة الجوية وتجاوز كافة التحديات والصعوبات التي تواجه نشاطها. اجتمعت اللجنة الأمنية في حضرموت اليوم الاثنين برئاسة المحافظ مبخوت مبارك بن ماضي لمتابعة جهود فرض الأمن والاستقرار، ودعت اللجنة إلى التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والتعامل الحازم مع أي تهديدات تستهدف أمن المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار. زار الكابتن خالد الزامكي مدير إدارة الشباب والرياضة في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن اليوم الاثنين الهام الإعلامي سعيد الرديني في منزله للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية ألزمته الفراش. وعبر الزامكي بحضور أنور المحضار مدير إدارة التعليم في القيادة المحلية عن تمنيات قيادة المجلس بسرعة شفاء سعد الرديني، معربا عن تقديره الكبير للدور البارز الذي لعبه في المجالين الإعلامي والتربوي على مدار سنوات خدمته. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.